صار لون الأزهار، صارت بالنية روحية وغذى الوجدان. صار سهم الحب صار قلبي وما طار، قلت القلب يحضن سما تبقى انساه. هذا حسيني عكس الوادم بسامة يعافي، اني صوب دلال بحبه بصوابه شافي. ما جارح واحد بالدنيا من طبعي وافي، مو حقي من عشقه شجرة ولازمني ورقة، مو حقي من عشقه شجرة ولازمني ورقة، والعاش بدونه يروح الوين. سيد كل حب محبوبي حسين، بالحب مالكني قلبه منو مثله حتى حبه، بالحب مالكني قلبه منو مثله حتى حبه. سيد كل حب محبوب حسين، سيد كل حب محبوب حسين. هنا إذاعة الأمل من ذي قار. استمعوا إلينا عبر التردد 89.1. إذاعة الأمل من ذي قار. ايش قد احبك بويا لروحك مضيف، ايش قد احبك بويا لروحك مضيف، ويا لسمارك والله ما بدله بذهب. حبيت نشوفك وطن كل كبير، وش ما نباوع بيك مصاف الشعب. الغيم براسك مطر تضحك له قاع، فايض بروح الهلا وما مش عتب. مثل جد ويتفق عاشرة ناس، وما يهمك نار لو روحك خشب. ويا حلات البيك مرسوم التعب، ومثل جدي ويتفق عاشرة ناس، وما يهمك نار لو روحك خشب. بين متنك والتعب خبزة حلال، ويا حلات البيك مرسوم التعب. حكايتنا حكايتنا. أنتم الآن في برنامج حكايتنا. في الإعداد والتقديم أنور العقيلي، وفي الإخراج أحمد السعيدي. مساء الخير والبركة على مستمعينا الأكارم، مستمعين إذاعة الأمل، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حكايتنا. ضيفنا لهذا اليوم الشاعر الشاب الرائع حسن الدمار، حياك الله وأهلا وسهلا بك. الله يسلمك. الله يحفظك. قبل ما نبدأ بالشعر نريد نعرف حسن منو حسن؟ حسن
هادي عبد الرضا وين؟ دماك. تمام، لذلك أنا لقبت باسم جدي. يعني جدك؟ نعم. مو أنا عبالي خفاجة أنا اللقب. وين؟ الله يسلمك ونعم منك. وطالب جامعي مرحلة ثانية، يا الله. كلية التربية للعلوم والصرفة، قسم رياضيات. حلو. نعم. ايش نسمع بالبداية؟ بما أنت ابتديت وطنية، فقصيدة وطنية إن شاء الله. إن شاء الله. قصيدة تتبدى وطن روحي. روحي روحي تتبدى على روحي، خوش. وروحي من روحي تخاف. لي العاشق لي الكاتل، لي الكاتل شلون نومه مفخخ بكل كتر خاتل. وروحي روحي تتبدى على روحي، بين عاشق وبين ضايع، ضايع من وطن عاشق هواه، وصوت ما بين المقابر صوت جايع. الله. وروحي تتوجه على روحي، الوطن الوطن. من البداية براحتك. الله يسلمك. حلو. روحي تتبدى على روحي، وروحي من روحي تخاف. لي العاشق لي الكاتل شلون نومه مفخخ بكل كتر خاتل. وروحي تتبدى على روحي، بين عاشق وبين ضايع، ضايع من وطن عاشق هواه، وصوت ما بين المقابر صوت جايع. وروحي تتوجه على روحي، الوطن حسرة. الروح خضرة تريد ماي، الماي بس النفط عدنا، النفط راح، الماي راح، وحرمله يوزع بدي، عنده ماي انطانا منه القوس بزرة. اسهام كل من خضى سهمه، وعاقول السجج بستان، لا عاقول السجج حزنان، ما مر قطار الشوق وبنص الصخر روحه. شجاع وخوف قلبه يموت، عين بصورة ما تنظر وتظل عليك مشبوحة. الدنيا صعبة، تريد غافل تشرد من الواقعية، تريد غافل والحياة تريد كاسل، ما هوت فد يوم شاطر. دنيا بد ما تريد شاعر، لا تريد شاعر يمدح التاج المداس، وهذا شاعر غير شاعر. أو نومة الناطور مرة، وكلمة الشعلية كفرة. والضمير يموت حسرة لو يغلس، من يغلس مات كافر. هنا محطات السنين بكيف باكر، وباكر انباع لباكر. وفكرة الشاعر هويته شلون توصل، وحالي يا حال القناطر، والقناطر جدع نخلة ما يمها وما سقاها. وفكر حاير منين حاير، نفط قيمته وسقاعي، وانا حاير بين بايق صار تاجر. وشمس تحجبها الغيوم، لا شمس باقتها الغيوم. وضاع نورك بين أعمى، وبين الأعمى عند عينه ما يشوف. وطن خده هواي نعمة، واحنا دمعه فد وطحنا، واحنا دمعات الندى على الجام فد وطحنا. وتوقف بالدمع شمعة، هندس وضي قمر فوق الروش ترقص، على عزف الروش ترقص، اشمح العزفة. والبعض على سكارة بمزة يرضى، وباع صوته باع شرفه، وصوت تفجير ومنارة. الله أكبر صاح المؤذن والمفجر، الله أكبر. وصوت عاشق من يعرفه، باق وجه الشمس رمشه، من تطبقه وصوت صايح. وفرهده وعش الطيور، وفرهده وكل الحنان، وفرهده وكل حيل طايح. ولليتامى القدلة في، وباقوا في هاي الحنان، وطارت القدلة على غيري وبروحي سارح. وين يا بال فكر وين سارح، بالعيون البال فايح، عين والدل الغريب وعرف تايه وما يسايح، ويا دم الفقير بقى عسايه. عين والدل الغريب وعرف تايه وما يسايح، ويا دم الفقير بقى عسايح. وبين قمره وعطش صحره، وبين خيره وبين شره، بال رايح وانا رايح وانت رايح. سلامتك. الله صح لسانك. الله يسلمك. الله يخليك. ليش انتم الشباب كلكم تميلون للتفعيله؟ هاي حداثه. شاهد حمود هم بي يعني هو بي حداثه. نعم. بس احنا نميل الى تقدر تاخذ راحتك بالنص كقالب، وتقدر توظف يعني مثل ما سبقونا يعني، واحنا امتداد يعني قبلنا. تمام. نقول متأثر.
لربما. بيمن. بس انا اكتب عن عمودي كاتب، بس راح اسمعكم عمود ان شاء الله. والله نسمع عمود، بس بيمن متأثر بنظفر النواب. عظيم هذا. لا بعد هو رب الشعر الشعبي. اي اكيد. اي الشعر مو بس مدرسة يعني. اي لا اكيد. وضع المنتديات تشني منتدى. انا ما منضم له منتدى. اغلب الشباب اشوفكم يعني حلوين وهاي، ليش ما تنتمون؟ لربما الابواب لم تفتح لنا. موجودة يعني. بجوز انفتحت لغيرنا، بس الى انا شخصيا ما انفتحت. يعني انت ما سعيت بها؟ ربما انا ما محتك يعني بالوسط الصوت بيه، يعني ربما مو بالناس، لان انا شويه بعيد يعني عن الوسط بسبب ظروف دوامي وكذا يعني. بس تعرف المنتدى يعني هو يصغى للشاعر، مو الاتحاد. المنتدى الاتحاد ما يصغى للشاعر. يصغى للشاعر كتابة لو يصغى لا إعلاميا. لا يحتك إعلاميا لربما، بس مو بس إعلاميا، كتابة حتى بالشعر. كتابة الشاعر يولد شاعر. أكيد هو الشاعر يعتمد على نفسه، بس من يختلط بالشعراء بالمنتدى راح يعرف هواي معلومات، راح يعرف هواي يعني مو بس شعر. أكيد. لا احنا عندنا أصدقاء يعني، بس يعني الاحتكاك مطلوب. أقلية يعني بالوسط. لا أنا قلت لك أنا بسبب ظروف دوام وكذا يعني ما خلاني أكون قريب من أغلب الشعراء. نعم. تشوف كثرة المنتديات لو قلتها أفضل؟ والله هي الكثرة راح تطلع إنتاج أكثر. تمام. نعم. بس احنا ما انت تدري يعني الناصرية ماكو عندنا يمكن 1 أو 2 جاي يشتغلون، باقي فتور خايف. عندنا 2 أو 3 ويشتغلون لو ما يشتغلون. لسبب دعم مادي ماكو. نعم. فعلا ماكو، يختلف عن باقي المحافظات، وإلا هم سابقا كانوا يعني منتديات. هو انطلاق لكل ابداع من الناصرية. اكيد والله. حتى لو ماكو منتدى انت جاي تشوف الشعراء اللي على مستوى العراق هم كلهم ناصريين فعلا. ايش نسمع العمودي حتى ما نقول عليك شعر تفعيله. الله يخليك. يقول بلايا تشوف بلايا تشوف يخنق من يمر طرواك، مثل الهوى بلايا تشوف بس يكفخ، بدو بعاصفة مخبوص بيه تعليك، أو سم الحية حسرة ذبها من تنفخ، اطلوق ويمم غيسل وسط روح صياح، شي للفرح شي للحزن من يصرخ، نيروز أم محرم كل فرح ما بيك، نيروز أم محرم كل فرح ما بيك، وكل فرح الحزن بيه العمر فخخ، وطويات العقال جروح بيه خلية واحد فوق الآخر بيه نتكشخ، بال تقول تاجر خسر راس المال، شينه ومعيونه وباله يتملخ، وتخشن وجه عقبك يندى وذبلان كان مبرد وسيف الزير بيتشرخ، تجاعيد لبوجه صفاح نخله يصير، تجاعيد لبوجه صفاح نخله يصير، ويا بصمة ابهام شلون تستنسخ، شي غيرك نساوة شما كبرت وياي، وعنش ما بعدت ببالي تترسخ، النفس بلا هواك الريا ما تهوى، وش تحط له ملح لما الهوى يمسخ، يسهيل المجفل النوق جنها عضاي تجفل باسمك ويا شدة تتنوخ، مثلك عابر وبحلام دوريات يركض بالحلم بس عرق ما ينضخ، وبطن محار قلبي كل دغش ما بيه، الما يندل مكانه صعب يتشيخ، وحضن تابوت قلبك كل هليه تفوت، وكل ساوية واحد عطرك تبوخ، سفينة الطاسة فوق الحبة لا يشراع، ما ثابت وعرفك تبقى تتلخلخ، حضن تابوت قلبك كل هليه تفوت، وكل ساوية واحد عطرك تبوخ، سفينة الطاسة فوق الحبة لا يشراع، ما ثابت وعرفك تبقى تتلخلخ، عرس الناهبة بيها العقال يطيح، وكل فرحة الحزن بيها العمر فخخ،
السر عكس البشر لما تدفنه يعيش، وسر بيده شلون يتفسخ، قلبك كان سحر من يندفن بضرار، عكس دلالي كنز بدفنه من يشمخ، عكس دلالي كنز بدفنه من يشمخ. يا حبيبي حلو بالعمود احلى من التفعيله بعد صحيح. ما هذا بعد رايك. لا انت شو شوف روحك بعد وجهة نظر كل من يسمعنا هو الحين. لا انت شو شوف روحك بيار، انت بعيدا عن الجمهور. واحد مرات يحب قصائد العمودي او التفعيله. والله انا الاثنين يعني حاليا. هو الشعر وين ما كان شعري، لربما بدارمي ابداع هو شعر. حتى لو هوسه احنا حتى نعم. المهاويل هو مرات يقولون لهم هوسه، نقول هذا نعم. شعر ما بيها شيء. يا مواليد حسن؟ انا 2003. زين. بدايتك شلون بديت؟ يا سنه ما كان واحد صار له يعني هواي يعني بادي والله حديث يعني انا حديث يعني على الساحه يعني مو ذاك الزمن البعيد، بس انا عندي محاولات يعني وانا صغير عندي محاولات كتابات وكذا، دارميات وابوذيات وهيك يعني الوان شعبيه. بس يعني حتى قصائد يعني كتبت بس قصيره لو ما كملت وكذا او ركيكه، بس كقصيده يعني كامله مقتنع بها كقصيده ب 2021. توك يعني قليل يعني صار نقول بس عمرك الشعر 3 سنوات كقصيده اي بس قبلها الوان شعبيه لا كاتب تقريبا من 2018 يعني اكو دارميات بالدارمي. بس اول ظهور يا سنه طلعت اول قراءه لك رسمي يعني تقريبا 2019. نعم شاركت بقناه الطليعه بمسابقه سفارات دارمي. نعم. صدق شنو رايك بالمسابقات اكو هواي شباب يعني يجبجبون منها؟ لا هي ليش يعني هي تقدر تقول مساحة إعلامية يقدر الشاعر يفرض بها نفسه، بس لربما اللجنة وقضية الإنصاف وكذا وهاي المشاكل اللي تصير، بس الشاعر يبقى شاعر وين أكيد حتى لو تمام. أكو شعراء انظلموا مسابقات احنا ونقول يعني وكل هواي انظلموا، لأن تدري يعني العنصرية والأشياء اي بعد احنا ولد وسط اللجنة مو كفو صارت هو يعني هواي المشكلة هاي هنا تصير لا هي لو اكو انصاف كانت اللجنة يعني نعم، بس هو المشكلة يعني هاي بالاختيار اختيار اللجنة. خلنا ناخذ فاصل مستمعينا الأكارم، فاصل قصير وراجع لكم. حكايتنا. حكايتنا. أنتم الآن في برنامج حكايتنا. في الإعداد والتقديم أنور العقيلي، وفي الإخراج أحمد السعيدي. حكايتنا.
حكايتنا. أنتم الآن في برنامج حكايتنا في الإعداد والتقديم أنور العقيلي، وفي الإخراج أحمد السعيدي. حكايتنا. رجعنا وياكم وحياكم الله واهلا وسهلا بكم، وضيفنا الشاعر الشاب المبدع حسن. مبدع والله. الله يخليك. ليش انتم مبتعدين عن الاعلام؟ اشوفكم شباب. هو الاعلام مبتعد عنه. ليش؟ إيه يعني انت مثل ما ذكرنا احنا هو مصدر الاعلام منين؟ لو منتديات لو كذا. صح. إيه واحنا ذكرنا من ساعه قلنا ماكو منتديات بالناصريه، واحد واثنين ويشتغل عن خوش. المواقع التواصل الاجتماعي جاي اشوفها يعني هواي شعراء وصلوا منها. لربما بس يراد لها تفرغ. يعني انتم من جماعه التيك توك لا اصلا البرنامج ما عنده هذا التيك توك. هسه اكثر الشعراء طلعوا بي انا جاي اشوفهم. لا اريد نوصل بصوره اصح. نعم تيك توك ممكن هو بوابة وصول، وبعدين واحد يعني يتركز وهو يبقى شاعر يعني. يجوز هذا رأيك بعد، بس أنا ما أحب لأني ياخذ وقت هواي وكذا. فعندي أنا أغلب تواصل اجتماعي وأصل به أصدقائي. يعني مو مسوي للشعر. يعني ما تنشر بيها؟ لا تقدر تدخل عليها وشو. أنا هو طلعت ما شفت قصائد. لا ما اليوتيوب عندك قصائد بصفحتك ماكو قصائد. فعلا. اي ليش يعني ما بيها شيء يعني. انا تقريبا مسويهن اتواصل ويا اصدقائي بيها. حتى للتواصل ما بيها شيء واحد يعني. انا مفكر بهذا الموضوع يعني، لان تفرغ من السادس وكذا يعني. السادس كانت بحاله معزول عن حتى يعني عن اهل القرية يعني. فواحد لازم يعزل نفسه. صح. الدراسة اكو شيء مهم، اكو شيء اهم. طيب الدراسة تضيف للشعر اكيد، والقراءة وكل الاطلاعات، اي شيء بالحياة يضيف للشعر. حلو. نعم. يا الشعراء قريبين عليك؟ قريبين علي شعرين يعني اسمعهم لو قريبين علي كعلاقة أصدقاء؟ لا علاقة والله يعني خاف أذكر أسماء وأظلم الباقين وأنسى يعني. يعني عندك هواية؟ إيه يعني بس معدودين بس خاف أنسى واحد يعني. المهم أكو اختلاط يعني؟ لا أكو يعني قريبين مني، وحتى على التواصل الاجتماعي يعني قريبين مني وكذا. إيش نسمع؟ ايه ان شاء الله. قصيدة قالت لك يا عذر كلمة اشتهيتك، اوغاف يا عيون السؤال المالمح مرة صفنتك، ولا تبسم بي تعال شهقة عيوني عطش ليل الغريب، او سكت صوم والأحبك تنطرح بي زلال. قالت لك انت نجمة ووافية بليل البعيد الما عرف مرة جمالك، وحق خاف تبتد بروح رسالة وما يعفه وتنذبح باسمك قصيدة. وقالت لك ليل والغربة طويلة، وانا نطرك كلمة من لعب المحلة اللي بيها كل ركاض روحي وحافج دمي، زحلة يمحيها النهار بشوق دافي. قالت لك سافر بروح الحنين ليا ترافة ولملم الدخان غيمة. قالت لك نظرة عيونك غزتني. قالت لك نظرة عيونك غزتني وفرهدتني فرهدت حدر الضلوع وفززتني بقلب ميت هاجر عيون المدينة بلا يروح. قالت لك خوف كافر يذبح الصوت على حسرة وسيب بقرابه يموت أو يقطع جروح التواصل من وريد اليا وريد. قالت لك مستحاي الساجن بروح احترافي بياذن بتعذيب روحي، مش وقت تفتح مني أبواب الفرج من عالشفايف، حابس حروف الغزل بس يا عيونك. قالت لك تعبتني وتعبت روح الحنينة، رسوم وجهي قبور منسية وقديمة، الضحكة تاريخ البداية اللي بيها كل ضحكات روحي اللي بيها تاريخ النهاية بلا نهاية بلا يموت. قالت لك أنا أحبك
سنين ما تتفتى روحي ويصعد العيد على قلبي وتمطر حروف القصايد على أوراق بلا ملامح وأنا وعيوني كهف ليل الغريب دام سوي يتمس حجيها بلا خناجر قلت لك بيا بركان اشتياق بكل حرارة بكل هدوء بكل تناقض وبارد أطراف السوالف جثة التشريح صارح ويا برودة يا برودة تحرق خيام المشاعر بيا من كل كتر ينزف ثلج يبكي على الجبال بيا من كل كتر ينزف ثلج يبكي على الجبال قلت لك سير كل نجم ظهري شاف الروح ولا جت كلمة بيها تهون يا الشايل سمار التين أطيحا للعنب سكران يا الشايل سمار التين أطيحا للعنب سكران ومراجيح العمر بيه ما رقدا مثل حجلك قلت لك على المناير صوتي يعلى العيون بلا حواجب يا حواجب تمنع آذان العشق ومن تصلب لهفة العطشان جرب على النهود ومن تصلب لهفة العاشق سجود على الخصر سجد الشكر من لا محال. سلامتك لسانه. الله يسلمك. الله يخليك. يا حبيبي. قصائدك سمعها أكيد قبل لا أطلعها. أكيد. علما اكو شعراء محددين لو بعيدا عن شعر اصدقاء؟ اكو اصدقاء يعني اكو ذائقة واكو شعراء. ايه شعراء لو ما تحب نكران ذات. لا مو شغلة نكران ذات بس يعني انا اسمع يعني انا اليوم من نشرت البوستر كذا يعني دخل لي قال لي سمعني بكم نص رحت تقرأ سمعته يعني ماكو واحد محدد يعني. لا اي شخص يسألنا اسمعه واكو بيهم مرات يعني استشيره او اسمع بيت كذا. نعم. حلو. بداية انطلاقتك اياها اللي يعني تركزت عليه نقول ساعدك بهواي امور؟ انا وزن ما وزن انا كله انت انا يعني لا حد النفس انا يعني ماكو واحد يعني رجعت يمي وقلت له هاي شلون تصير هاي شلون تصير؟ لا انا اقول لك يعني نسمع القصيدة يعني اكو اساسيات ضروري يعني واحد يعني نسمع القصيدة الواحد يعني يشير لي يقول له هذا البيت يعني اي شخص يعني يعني يشير لي بيت يقول له هذا طالع من الوزن او هيك تمام. بس انا اعتمدت على نفسي من البداية يعني حاولت اعرف الاوزان وهاي الشغلات هي سهلة يعني. والاذن الموسيقية الاذن الموسيقية لها اهمية اكثر من البداية طبعا. صح. نعم. هم تحفظ الشعراء؟ انا قليل يعني الحفظ بس يعني حافظ نوعا ما. من تحفظ؟ حافظ المظفر اكثر شيء. او بعد ذياب جزار علي الشاباني. حلو. نعم. هم جماعة التفعيل يعني انت من العام. لا يعني انا اغلب سماعات هاي لو رياض النعماني يعني هاي. حلو. شنو تتذكرونهم لوحة او تحبها او تمنيت انت كاتبها؟ والله كقصيدة طيرات الليلية لمظفر النواب فصيح هاي حبيتها انا كاتب. حلو. حافظ منها؟ يقول ما زالت عورة عمرو بن العاص معاصرة تلطخ وجه التاريخ. ما زال أبا سفيان بلحيته الحمراء يقلب اللات العصبيات القبلية. ما زال ثرى التجار يرون عثمان خليفتهم ويروك زعيم السوقية. لو جئت اليوم لحاربك الداعون إليك وسموك شيوعيا. يعني وهواي اكو نصوص في هاي القصيدة يعني حافظها. حلو. هي قصيدة يعني تقريبا يعني انا قرأت عنها يقولون حوالي توصل يعني بال2000 شطر. اكو شطر يعني اكو شطر كلمتين اكو شطر 3 كلمات. نعم. هواي يعني. لا هي انا عندي جزء النصف الاول تقريبا 57 دقيقة علياتي ابو اسمعها دائما. حلو. هو يمكن هسه من خلال الكلمات سمعتها يمكن يقصد به الإمام علي. هذا هو يعني شلون تقول وطنية دينية يعني هسه بالبداية يقصد الإمام علي. هاي المقطع يقصد به الإمام علي السلام. يعني نفس القصيدة نعم. ويسلسل بها يعني. هو يوضح أغلب انتماءاته الوطنية
الحرية، أو يعني حتى في قضية فلسطين هي أغلب ما تحتويها القصيدة. بنفس القصيدة. اي نعم، هو يعني هو القضية الإنسانية، الإنسان العظيم اللي انفرد بها، وقضية فلسطين اللي دافع عنها أكثر من فلسطين اللي دافع عنها أكثر من شعرها. صح. إيه. هو أكثر شيء، هو قصائد أكثر نعم. شيء كانت عليه. إيش نسمع بعد؟ قاسيين شوية. كرهتك. كرهتك وانتهت لو تعرف ايش قد، بكثر فرط الطيور اللي على المرقد، حرورة غيظ تسد حلقي الشموس من تحطن بنهر للغيم يصعد، غشيم وما حسبت جناحك يطول، وتعوف شتافه فوق الراس تصعد، سيوف الدم يشوفها التجاعيد، وترد على الشباب بحكي المبرد، سيوف الدم يشوفها التجاعيد، وترد على الشباب بحكي المبرد، عفتك لقيتك باب الشيوخ مشرع لليجي ما يوم ينسد، وقلبك مندفن بجثة الشوق، برودة جثة التشريح واشتد، يلوياي كنت مسالم غراب، عفتك لقيتك باب الشيوخ مشرع لليجي ما يوم ينسد، وقلبك مندفن بجثة الشوق، برودة جثة التشريح واشتد، يلوياي كنت مسالم غراب، قبل كلمة شلونك تدفع الخد، علي من كبريائك وانت دخان، تصعد فارغ وللطيح ترد، تصعد فارغ وللطيح ترد، وانا وياك كان دم الهواديد، اخذ حقي يلا النوب ابرد، وانا وياك كان دم الهواديد، اخذ حقي يلا النوب ابرد، الصفار البيك للمنجل يفك باب، وتسولف لبرها وتقل معضد، الصفار البيك للمنجل يفك باب، وتسولف لبرها وتقل معضد، حطبك ناقع يونس المناشير، كل عقلك تريد بنار يمتد، انا عيوني بشظة وتشوف وتنام، وعيونك بجتح الحصى وترمد، العاشق من بداية عمره منهوب، من عمر الشباب بشيبه يحصد، المهم كلش كرهتك تعرف ايش قد، بكثر فرط الطيور اللي على المرقد. الله صح لسانك يا حبيبي. مستمعينا الكرام، ناخذ فاصل قصير وراجع لكم. حكايتنا. حكايتنا. أنتم الآن في برنامج حكايتنا في الإعداد والتقديم أنور العقيلي، وفي الإخراج أحمد السعيدي. حكايتنا.
رجعنا وياكم وحياكم الله واهلا وسهلا بكم مرة اخرى وبرنامج حكايتنا من اذاعة الامل. وحسن يا حبيبي، شاعر شاب المبدع. يا عيوني، الله يخليك. شنو طموحك حسن؟ الطموح بالشعر وبالحياة. جيد. ايه. شعريا اكمل ديوان قبل وفاتي ان شاء الله عمرك طويل. الله يحفظك. حلو. واحد طموح هيك شيء حلو يعني، او اذا عدت دواوين، يعني هو ذا ديوان وعدت تكمل دواوين ان شاء الله. أيه. يعني مو حد طموح واحد. ايه يعني نقول هذا اقل طموح مستمر. حلو. بالحياة يعني اكون ناجح بكل المجال اللي اتقدم له بحياتي، يعني كل مجالاتي، يعني هاي كل شخص يتمناها. وبالاضافة اتمنى الهدوء. هدوء الروح وهدوء ما حولي. هم هذا يعني البركان هم هادئ بس يخوف. لا، الهدوء يعني الهدوء مخيف اكثر من الضجيج. صح. ما تحط فيها ساعة. لا، الهدوء يعني تسلك طريق بهدوء يعني يخوف اكثر من الطريق اللي بيه ناس هواي. صح. والدليل يخوف اكثر من الناس. نعم. اذا مو شاعر وين نشوفك؟ شنو ممكن تكون موهبتك ثانية او انت مجال؟ هم اكون شاعر. نعم. يعني ماكو بديل ثاني؟ او يعني انت بداية طفولتك ما كان طموحك يعني شنو كان بالبداية؟ استاذ، وجاي احقق هذا الشيء. حلو. انا استاذ تدريسي. حلو. ايوه. وبعدين ما بيه شو هو عندنا من اخواننا الشعراء هم اساتذة. نعم. ودكاترة. نعم. وقبل طبعا هاي الناس تحكي على الشعراء الشعبيين، هسه بعد ما حد يحكي. عندنا دكاترة، عندنا كل شيء موجودين. ايش نسمع؟ بما انت قلت حلو بالعمودي فكثر لك عمودي خدمته يعني. وهاي تدري قبل فترة يعني تقريبا 2015 واللي جوا كان اكو يعني صارت بين العمودي والتفعيلة وصارت هواي مشاكل. هم مستمرة يعني. انتم عموديين واحنا تفعيلين وصارت هاي المشاكل. هسه لا بعد اختفت. هو بسبب ذيك الخلافات، اكو خلافات نادرة نستفاد منها بسبب ذيك الخلافات. خلتنا نجمعها هسه مشت الامور طبيعي. قصيدة الشواطئ القمر. على ساحل الليل نعد النجوم، وبرحلة ويا العشق بأحلام تسهي. شواطئ من القمر تمتد على أحلام، ومن واقع ظلام يبرق الضي. ليل وينشفع على الصدر شامات، أو يتبخر سعير الروح بالمي، وتتبدل كواكب كلها بسماي، وبيها شما تضيج النوب تفري، وشهب بوسات ترجم كل كتر بيه، او تسخر كل حكي الشيطان يرتي. تتقاود الروح جفوف محتاج، او تذوب وتختلط ايدينا بيدي. تتقاود الروح جفوف محتاج، وتذوب وتختلط ايدينا بيدي. وخدر يمشي مشي الشياب بهداي، وقلب من الضلوع ركوض الصبي. رموش شراع من تبحر بالوساع، وتركد بالعيون شمايه بعي. وناشر قلة جناح الزرازير، ناشر قلة جناح الزرازير، ويخفق بالدليل شمايه بعي. جحيل ازرق، جحيل ازرق خطف من لون العيون، دف ويلوح الحنان بكسرة الفي. مشكات الخدود ويا الصبح لون، ويتنفس سوالف باردة شوي. خي عسعس ظلام الليل لليل، وبياض الرقبة يمتد بالأفق حي. باهلت الخصر وي كل حكي ذوب، عالو ما على من فوق بد شي، عالو ما على من فوق بد شي. نشوة عاشق يعيش البدايات، ويسكر بالنهاية وروحة التي. يسكر بالنهاية وروحة التي. الله يسلمك. أشوفك تروح هواي للقافية الصعبة اللي أنت تختار لو هي تجي. لا أنا أختار. نعم. نعم. ليش حتى تكون مميز مثلا؟
لا ربما لو انا في مميز. شاعريتك. لا هاي القوافي الصعبة احبها يعني، وحتى تكون بها سباكة اكثر يعني. صح. وهم تبين ترى شاعرية الشعر. لربما اي لان شوف الشعراء اللي مركبين يعني على اي قافية. وحتى يعني القافية الصعبة انا ما اخليها تجرني يعني حسب ما تريد هي القافية، لا انا اوظفها مثل ما انا اريد. حلو. نعم. لو شفت لربما يقولوا اكو بهم اكثر يقولون القافية الصعبة هي اللي تجرك يعني، صح. تخليك انت تبنى عليها. اي. لا انا ابنى هذا اجيبها. حلو. نعم. ضاف لك الشعر وش اخذ منك؟ يعني الشعر احس انا شيء ثانوي بحياتي يعني، لا مو اساسي. لا ما يضيف ولا أبد. ياخذ. نعم. لربما ياخذ يعني من الوقت. خوش. اي. شو سمعنا بنهاية الحلقة قلت دارميات. اي صار. انت بالبداية قلت انا مشارك بالدارمي. نعم. اي. يعني انت من الجماعة اللي يميلون هم للدارمي. لا هي كل تعرف الديوانية هم الديوانية هم مبدعين طبعا. تحياتنا حسن ابو حديد مملكة وكل الدارمي المبدعين الموجودين. حديد من النجف، وتحياتنا يعني الكثير. بس زي ملك يعني مملكة الدارمي راها سعيد الناطور يعني، وشعراء مبدعين. صح. ذولا حافظتهم قبل لا تقردني الدارميات. ايه قبل لا تقرا دارمياتك اريد نسمع من التراث. ترى انا احب ايه الدارمية. تراثي. ايه. لابو معيشي. بعد هذا يعني دارمي هو يعني وصفه حصاح السمع. يقول اكثر شيء هو يكتب ابو ذي، بس عنده دارميات يعني مميز بينهم. يقول اطلق والمجيبات جنة وشريكه، الدفعة قامت هاي والجرة ذيكه. وهو دارمي هم اعتقد للديوانية ترى. يقول شاذي او رباب او طير ما سف هني، والكتل سبعك والخلق افضى مني. الله. الله. وكثير يعني الدارمي اللي الله يرحمه سمير الصبيح مال شايل 9 شهور شالان مرة، شالان من البيت ذبانه برا. هذا هو يمكن يعني اكو ناس كانت ما تعرف بين هو سمير الصبيح. نعم. وهو هم مبدع بهذا اللون. نسمع. لا راه سعيد الناطور هيك عنده يقول بعد راه هو يقول شبير. يقول من شالت أمي تقول كن السلف شال، وابكي بدمع زعطوط ما كن رجال. الله. نسمع لك. صار. يقول الحزن يوم جفاك يلعن صديت، كن 11 تابوت بس من فرد بيت. الله. قلت ما همني كل الصار، بس همني مجفاك، خايب عند 12 مقتول وابكي على فرقاك. والريشة من الطيح اسمعها على القاع، ولو مدفع مني ثور ما سمعها الساع. وي كفا نقاد كتفه على كتفه، وانشفه كفية ماي عن قلب وجفه. ومن نوين يم الطيح ناقة على ناقة، من نوين يم الطيح ناقة على ناقة، يسوى له 9000 كون انت لاقي. اخرس يصيح الله والطرم سمعني، وكل هذا والفي يقول ما تسمع اذني. بصوت النعا والنام، بصوت النعا والنام موش بخراخيش، ودنيانا بالمقلوب نومة خفافيش. بصوت النعا شايف امهاتنا يلولنا. بصوت النعا والنام موش بخراخيش، ودنيانا بالمقلوب نومة خفافيش. وما حشمت غمان لا رافق الدون، هذا انا دلت شيخ تبرى للعيون. الله يسلمك. وما عفت لا شباك لا زاجل عليك، والشابك ويا الهاب لو مر نطاريك. سلامتك.
بذية قلت لك لو ما بحضره حتى لو بيت بذية هم جناس انا مستعجبنا على القوافل الصعبه وكذا. جناس هم اختياراتها صعب، تدري انت بالناصريه كم هائل من الابوذيات والجناسات. ما يكتب الجناسات كثير. يروح بالرجلين. اقول دخانك عمى عين طمس ماي، دخانك عمى عين طمس ماي وانا دريب الحكي صاير. الله طمس ماي بالك تعتقد اسمك طمس مثل ثيل واخضر بكل ثنية. الله حلو يا حبيبي. رسالتك شنو شعريا وهمين بالحياة؟ براحتك. لربما كل قصائد رسالة. نعم. أنت قصائدك كلها تكتبها ما تجي يعني عن صدفة؟ لربما أنا أكتبها على الحسين رسالة، أكتبها على الحبيب بها رسالة، أكتبها على الوطن بها رسالة. هو الشعر رسالة. نعم. والله منتهي من عنده رسالة للبشرية لربما. يعني أنت ما قاعد وتجيك فكرة وتكتبها، لو أنت تقصد تكتب. لا هو يعني هو يجي. الوحي هو وحده يجي. لا يعني اليوم أنت حتى لو جبرت نفسك أن تكتب يعني شيء، هو لازم اكو شيء يدفعك. اصل قبل الرسالة بعد سولف بها مضمونها، اكو موضوع تمنيت كتبه وما يعني ما توفقت فيه. والله ما اعرف. لا كل المواضيع اختار اكتب. يعني انت تختار الموضوع وبعد انتهى. نعم. ما عندك فد موضوع وظل. اكو يعني قصائد بعدها ما كامله. اكو قصائد يكتب قصيده ما يقدر. لا اكو قصائد. لا اكو قصائد يعني مكتوبه ما كملت يعني وبقت وتكمل ان شاء الله. اكو شخصيات ما نقدر يعني دائما هوايه يعني انا. لا يعني شخصيات ما نقدر نكتب لها وظل. اصعب شيء يعني الكتابه عن الام لحد الان ما اكتب. لا افكر اكتب يعني. صعب. لا صعب بالضبط. رسالتك كملها لنا حتى بشكل عام بشكل عام. والله ما أعرف يعني كل إنسان هو له بداخله يعني بعيدا عن الشعر. اي طبعا. فأكو شيء بداخله أو رسالة دائما هو يتمناها للناس. والله أتمنى يعني العراق يكون بخير إن شاء الله يكون بخير. هذا البلد الجميل. وهو أصعب شيء هذا نتمناه. وكل شخص أساء العراق يبتعد عنه وإحنا نبعده. إحنا الناس غير. أكيد إن شاء الله. بهنا بعد مثل ما حاولنا وأبعدنا كثير من الكراسي. بالضبط صح. وإحنا إن شاء الله الجيل هذا إن شاء الله أكيد. شكرا لحضورك يا حبيبي. وشكرا لأبو علي سين أكيد سيوان حتى ما ننساه. أقول أبو علي. أبو علي. لا والنعم منك وانت مبدع وصراحة من الاسماء اللي راح نشوفهم مهمين بالوسط. الله واهم شيء تظل على هذا المستوى. انا احب الشعراء اللي نتباهى بهم هم شباب. والله اتمنى اطور المستوى معك. لا ان شاء الله اكيد. لا 100% ما دام بعدك ويعني شباب اخويتي فاكيد راح تتطور. لك الله يسلمك. الله يخليك. شكرا لك ولحضورك. الله يسلمك. شكرا لاهتمامكم طبعا. الله يخليك. ان شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم. الله يخليك. لا اكيد. شكرا للخلف الكواليس. استاذ احمد دائما تعبنا. احمد السعيدي. الشكر موصول الى كل مستمعينا الاكارم. الى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في الاسبوع القادم وحكايه جديده. اخوكم بالاعداد والتقديم انور العقيلي وبالاخراج الحبيب احمد السعيدي. استودعكم الله.